أحمد الزبزافي تلقى يعني في البداية ديالو تلقى التعليم في الكتاب، يعني المسيد. من تما في أجدير مكان ازديادي أو مشيت قريت في المدرسة العصرية، ومن تما جيت للحسيمة لعلي بن حسون، درت شوية في الأخير. جاء واحد الأخ ديالي كان كيدرس في القاهرة، الأستاذ محمد الزبزافي، فمشيت معاه للشاون، تما درت شهادة ابتدائية. ومن الشاون انتقلنا لتطوان، الثانوية درتها في القاضي عياض، ثانوية كاملة، لأن احنا كان عندنا في التعليم الثانوي 6 سنين، الأولى الثانية الثالثة كنديروا التوجيهي والبروفي، الرابعة الخامسة السادسة كنديروا البكالوريا. هذا هو اللي أنا الحدود ديالي هي التعليم الثانوي، ما مش شي حاجة أخرى. الدراري اللي كانوا معايا كلهم دازوا لدار المهراز الفاس فقط. هذا هو أحمد الزبزافي، وتوظف في الآخر في جمعية خيرية لمدة 41 سنة. أنا بالنسبة لناصر الزبزافي أنا ما ربيتوش، إما هي اللي رباتو، باش نكونوا شويه واضحين. بحال اللي قلت لك انا، نظرا للظروف اللي كنت كنعمل بها، يعني في الشغل في المؤسسه اللي كنت كنشتغل فيها قليل فين كاين. ولكن القضيه ديال الوالده ديالو هي اللي كانت كدير مع تراجع معهم الدروس، هي اللي كانت يعني كتحافظ كتحاول ما امكن تحافظ على التربيه ديالهم، يكونوا شويه التربيه، الى درجه انه هما كاينين جيران هنا، الناس سكنوا معنا هنايا تقريبا 50 عام دابا هنايا، ما عمر جينا جبدنا شي حاجه، مثلا القضيه ديال الاطفال الصغار، القضيه ديال الشجار، القضيه ديال هذه ما عمر وقع. انا ولادي كنت كنخاف عليهم بزاف. انا ولادي ربيتهم زعما دائما كنقول لهم خصكم من الصغر كنقولها لهم، ولا طالع شي ناس وانتم في الباب ما تشدوش على الباب تيدوز، واحترموا الناس الكبار. لقيت الراجل ما قدر يهز الحاجه هزها معاه حتى للدار. كنقول له دائما خصكم تحترموا الجيران وتحترموا الناس وهيداك. وعشت معاهم زعما في واحد الراحه، واخا الماده ما كايناش بنادم، واخا الراجل ما عنده شي ماده كبيره ولا شي حاجه، ولكن ربيتهم احسن تربيه. الغريب في الامر ان ناصر والوالده ديالو كاين واحد الرباط، واحد كدا فيه القدسيه اكثر من الاخرين، ما عرفتش علاش. يعني منذ مش دابا حتى جا هذا الحراك هذا، ولا حتى جا الاعتقال، ولا حتى كذا، لا من قبل ما عرفتش علاش. وناصر كان شويه في الابناء كان شويه مشاغب. ولكن ماشي زعما الشغب شي حاجه. هو من كانوا صغارين كنجلسهم الباب، كنقولوا لا نوضي، حيت كانت عندها بحال بعدا وعندها حدا الباب السيره، انا كنقولوا سيره هذه. هو كنقول له جلس هنا في الباب عندك تحرك، حيت باش ما يتوسخش. وانا كنت مقابلهم حكمه وزعما كان هو غادي يخليني ندخل. خوه الكبير ما ينوضش، هو ينوض يهبط ديك التراب، تيبدا يعيط لي خويا، يقول لي اجي تشوف راه صافي غير كيسمع كيعيط لك يرجع الموط. وكنت كنضربه زعما على هذا الشيء، كنقول له ما خصكش دير هذا الشيء، قلت له جلس في الباب جلس في الباب، وما كيرضاش. هو زعما حنين ومزيان، ولكن يجبدو راه هو دائما كنت كنقولها له، كنقول له انت دائما يدك سابق فمك، دائما كنقولها له. هو لكن يدافع على بنادم ولا شافو كيتعدى عليه شي واحد ولا شي بنت ولا اش غادي نقول لك، زعما فيه داك الشيء واخا يضيع راسو هو وما يخليش بنادم. يعني ناصر هكذا كذا كذا داير، ولا يحب الظلم. وثانيا لا يرضخ ولا يخنع ولا ينبطح، ولدي وكنعرفه. دراسته ماشي زعما كان كيقرا وهادي، والاخير ما كملش. هو زعما عنده العقل وعنده اخر، ولكن تا الظروف ما ساعداتوش في الحقيقه. الصراحه الظروف ما ساعداتش. راه اش غنقول لك، انا راه قسيت معاهم، قسيت ما كيوصلش.
جوج د الفرنك اللي كيجيب هو الكرا والضو المود، هما خصهم ياكلوا مزيان ويلبسوا مزيان. والله الا ما كنكسيوش راسنا، كنقولوا حنا راه كنديروا جلابه كنخرجوا على برا، ما حتى واحد ما عارف شنو لابس. هاد السيدة هذه راه يعني رفيقة درب حياتي، عاشت معايا المعاناة وعاشت معايا زعما معاناة وما أدرك ما المعاناة. علاش؟ لأنه هاد السيدة هذه صبورة، هاد السيدة هذه زعما فريدة من نوعها، من النساء ديال الريف القلائل اللي كانوا كيصبروا على المعاناة وكيصبروا على ضائقة ذات اليد وكيصبروا على عدة أشياء، يعني صابرين. والحمد لله أنها هي تزادوا عندها 4 ديال الأولاد وربتهم مزيان. أنا كنت كنشتغل في المؤسسة، يعني كنمشي مع الصباح بكري وكنرجع حتى الليل إلى آخره، وهي اللي ربات، هي اللي عانات، هي اللي كدا، هي اللي وإلى حدود اليوم مازال كتعاني مسكينة. فوق ما سمعت شي دقه كنقول يمكن هو اللي طلقوا له بوحدي والله العظيم. انا دابا ما كنعس بالبانيد، حيت ما كنعسش كيجيني غير قدامي. هو حنين كاملين زعما مزيانين حنانين، زعما ما كيأدي واحد، ما كيجيبوا لي صداع لي والو، ولكن هو كتار. هو ولا جمال قنيشي غير عند الوالده ديالي كيبقى غير كيدخل من باب الزنقه فين الوالده ديالي، فكيبقى يقلب في البيوت. هو حنين بشكال عمر، زعما الصراحه عمر ما نويت غادي يوقع له هذا الشيء، عمر. ولكن اكثر يا سبب ديالو هو انا نهار فاش وقع المحسن فكري، هو كان في البيت ناعس، يلا ناض هزاتي خواف هذيك الكيسه الكبار هاتي، يلا حطوا على ديك الحاشيه، عاد بغى يفتش ما ياكل مع ديك. جيت انا قلت له ناصر قال لي شنو؟ قلت له انا سمعت شي ناس طالعين من هنا كيقولوا راه شي واحد طحنوه هذا. قال لي ايه؟ قلت له عافاك سير ناصر ديالي رد لي الخبر، شكون هذا السيد مسكين اللي وقع له هذا الشيء؟ قلت له ولكن عندك تجلس تما رجع. قال لي واخا. صار مشى ما جا، ما جاش. انا ما عندي بو التليفون، ما عندي. طبا عنده تليفون شعق. قال لي اجي تقول اجي تسمع لولدك شنو كيقول. قلت له عيط له، نقول له اجي بحالك. قال لي دابا انا ما نعيطلوش، دابا قال من فيق العامل والوكيل وهذه. قال لي انا ما غادي نعيطلوش دابا، واخا نعيط له ما يسمعنيش بديك الهراج وهذه. وكلشي مشاو ينعسوا الا انا اللي جالسه كنترعد ليه طفي الضو وكنت. ايوا منين دخل فتح الباب كيضحك، دخل بالضحكه. قلت له عاد كضحك الليل؟ قال علاش جالسه هنا، علاش مشيتي شي الناس؟ قلت له خليتيني الناس، علاش نوضتي العمل وعلاش قلتي داك الشيء؟ الناس كانوا جالسين تما حتى واحد ما هضر، علاش انت تهضر وهذه؟ قال لي اسمع الوالده نقول. قلت له شاطر. قال لي من اليوم ما غادي ندخل الدار. قلت له علاش؟ قال لي ولا ندخل البيت الناس راه ما غنجيبوش حقنا. قلت له راه غادي يقتلوك انت، راه ما تقدرش لهادو. قال لي خليو يقتلوني ولكن على الحق، ولكن باش غادي ندخل والو. صافي بدا كيمشي في المسيرات كنقول انا عطيت القسم ما غنقولش القسم، اللي بغا يقونوا. انا عطيت القسم غادي نموت على بلادي. ناصر النهار فاش تلقى عليه القبض في الهيف على الشاطئ في إقليم الدريوش، الموطع مسمي الحرش، ف يعني اللي كلاو المعتقلين في درب مولاي الشريف، كلاه هو غير في ذاك النهار، الى درجه انه كان هو منين ضربوه الراس وضربوه جاو شي وحدين ضربوه بشي حديده كيقولوا له راه بهاد الحديده هذه هرسنا الباب ديالكم وغادي نهرسوا الباب الاخر الكلاوي. فهو ملطخ بدمائه، لان هاد العبايه هذه اللي كاينه دابا هنا، هذه راه شراوها له في الفرقه الوطنيه ماشي ديالو، بهذه باش تصور عريان هاد العبايه هذه. فكيديروا معاه السيلفي. الفرقه الوطنيه، الرجال ديال الفرقه الوطنيه كيزغرتوا بحال النساب. ما عرفناش دابا شنو علاش الزغاريد، علاش الزغاريد؟ قال لك انا ما غنهربش، انا خرجت انا امن بالقضيه ديالي غادي نخرج ما غنخافش، وانا عارفه غادي يشدوني وغيكبسوا عليا. كيقولها لي هيدا
كنقول له ولدي وصافي، غوتو عييتو، قال لي انا ما غندخلش. قال لي بحال اللي داروا الدراري 5 شهداء، وبحال اللي داروا المحسن غادي يديروا حتى لينا حنايا. قال لي وبعد انا غادي نخرج فين ما بغاو يقتلوني مرحبا بهم. وكنت انا عايشه معاه في واحد الرعب، زعما الصراحه ما كنعش، كنبقى جالسه كنستنى حتى يدخل. كنقول دائما غادي نفتح الباب د الدار غادي نلقاه قتلوه، حطوه حدا دار. هذا ولدي 40 عام وهو معايا في الدار. الدولة ما عمرها عطت له شي سنس. انا اللي كنموت باش يمشي يشرب القهوه وكذا، وباش يشري ديك 5 دراهم ديال التعبئه ديال التليفون وكذا. منين تقبضت الحبس ومشيت عنده لاول مره، اسمح لي الوكيل في محكمة الاستئناف الدار البيضاء، أنا والخالة زليخة نشوفوا ناصر، لقيناه وجهه معوج كاع بالتعذيب. فكيف يعقل لأب يشوف ذاك الولد ديالو في ذاك الحالة ويكون في عكاشة وما يخرجش؟ انا من السبب ديالي المرض ماشي هو. من نهار مشيت شفتو راسو مفروق ووجهه مخصر وكل شيء، ماشي هو اللي مرضني، ولكن ماشي هو مسكين خرج يهضر. ما قال بغيت نحكم، ما قال بغيت الحقيبه، ما قال لك حنايا بحالي بحال خوتي كاملين. الدولة ديالنا عندها تهم جاهزة، عندها أحكام جاهزة، عندها يعني على أي حال. لا زعما اللي اثر فينا حنا عمر ما نوينا ولادنا غادي يوقع فيهم هذا الشيء، زعما الصراحه عمر قلت للدوله ما دير في ولادها، خرجوا زعما الدوله هي دوله. راه هذا الشعب ديالنا راه المهم كيتفضل لها الضرابه، اش غادي تقول شي حاجه يا اخرى وهذه بزاف. ودابا حنا كنطالبوا صاحب الجلاله هو اللي غادي يفك هذا المشكل هذا، اما شي اخر حتى واحد ما غيفك هذا الشيء، ما غيفكوم. هذا كيزيد، كل واحد كيزيد، ولكن حنا كنطالبوا منه، راه هو اللي الملك د البلاد، راه ماشي شي واحد اخر، راه هو. تهضر تعيا تقول لك، ولكن هو اللي الملك د البلاد، وهذا راه الشعب ديالو، هو خصو يشوف من حاله. وإلا كانوا كيهضروا على الهيبة ديال الدولة، راه الهيبة تكمن في إطعام الجائع وخلق فرص الشغل وعدم السماح بالناس بالهجرة من الوطن، وكيوصلوا له الضفة الأخرى وكيقبلوا التربة ديال ذاك الضفة الأخرى. أنا كتجيني الحرقة، كيجيني مرض الحصبة، يعني كيفاش نعيطوا له حنا بوحمرون. أنا أئن في داخلي، نفسيتي تئن. كفى لهاد 4 سنين هذه اللي مشى بها واللي تعذب بها، والتعذيب ماشي غير مرة ولا 2 ولا 3. يعني كفى هاد الناس هادو يشفع ليهم اللي تعرضوا ليه. يطلقوا دابا 4 سنين دوزوها، والعائلات ديالهم شي مات وهو في الحبس، شي مرضوا هما في الحبس، كاين افراح، كاين قراح، كاين كدا، وهما مازالين بين 4 جدران، والمعاناة وهذه كيف. انت عزيز عليا، كنتمنى لك ولدي الفرج قريب ان شاء الله، انت وخوتك وكل شيء اللي مظلومين بحالكم، اللي مظلومين. اما اللي يستحق الحبس راه هذوك يديو حتى هما اللي داروا، اما هاد الناس، هذا الولد هذا يكون دار شي حاجه، انا بنفسي غادي نقول له غادي تربى ولدي. كيف يعقل عباد الله 4 سنين؟ 4 سنين المعتقلين في السجون، كاين اللي ماتت يمه هو في السجن، كاين اللي مرضت يمه هو في السجن، كاين اللي مات باه مات معاه في الدار البيضاء، هو كاين في عكاشة وباه مات تما. يعني هذا الشيء هذا علاش؟ على والو، لأنك تنتمي إلى هذه المنطقة. أفتخر أن أنتمي لهذه المنطقة، ريفي، ونعاود نقولها ريفي، رغم ما عانيت وأعانيه وسأعاني. أنا عارف أن سأعاني، لأن علاش؟ هذا قدرنا، ما عندنا عليها لين.